اوعى تفتكر بقى ان انا جاي النهارده احفل عشان الزمالك خرج رسميا واتغلب رايح جاي من بلوزداد، او عشان انت كسبت بره 4-0، لان انتوا كلاعيبه حطيتونا في موقف بايخ جدا. عملنا ماتش كويس جدا بره ارضنا وعملنا سكور تقريبا ما عملناهوش يعني في حياتنا، لكن ده مش هيشفع للي فات، وهنفضل واقفين عند النقطه ان احنا مستنيين بكره ماتش صن داونز والهلال وكل الاهلاويه هيتفرجوا عليه. فيعني الخلاصه كده ملناش دعوه بالزمالك وخلينا في فرقتنا. بص في ورقتك على راي الكابتن سيف. هنتكلم بقى النهارده في خطوط عريضه عن ماتش الاهلي والقطن، فمن غير رغي كتير يلا بينا ندخل في الحلقه. كلنا اتفرجنا على الماتش النهارده وحسينا كده ان في حاجه جديده في الفريق. واحده واحده بس عليا، عشان هتقولي ده فريق ضعيف وحصلت المجموعه وكل ده انا موافق عليه والله، بس الماتش ده كاشف للفكره اللي كنا بنتكلم عليها الماتش اللي فات قصاد سان داونز، وهي الحاله النفسيه للعيبه. يعني الماتش النهارده انت رايح قبل الماتش بيوم ونص وبتلعب بره ارضك، وفي بقى الاجواء برضو بتاعت الجماهير وفي الكاميرون والحراره والارتفاع والجو اللي احنا عارفينه ده كله، ومع ذلك انت شايف اللعيبه واقفه على رجليها، الخطوط قريبه من بعض، اللعيبه بتجري. يا راجل ده انت الماتش اللي فات من اول دقيقه محمد هاني مش قادر يعمل سبرنت في الملعب، فدي ملهاش علاقه بالارهاق، والله العظيم ثلاثه ده توتر نفسي. النهارده النادي الاهلي نازل الماتش وعارف ان هو اعلى من فريق القطن بكتير، انت بتروح قصاد سان داونز خايف تشيل سكور، وللاسف العقده دي هتكمل معانا فتره، دي محتاجه علاج نفسي لوحده. المهم ان في ماتش النهارده انت اول 24 دقيقه تقريبا لحد ما كهربا جاب الجون الاول انت ماسك كوره بشكل حلو جدا، ولكن استحواذ 3/4 سلبي. يعني القطن مش عايز يضغط عليك رغم ان هو على ارضه وسط جمهوره عشان ما يفتحش الخطوط بتاعته، وانت بتنقل اللعب لحد تلتين الملعب براحتك خالص. ولكن كان في مشكله في الجانب الهجومي بتاعنا، عشان الثلاثه اللي قدام سواء كهربا او احمد عبد القادر او حتى بيرسي تاو كانوا بيلعبوا على الواقف، بيستلموا ظهرهم للجون وممسوكين مان تو مان، فبيستلم الكوره عشان ما تتقطعش منه بيرجعها لورا تاني، والقطن الكاميروني سايب لك الكوره طول ما انت في تلتين الملعب. وتخيلوا بقى ان ده جزء من الحاله النفسيه، لان كلنا قاعدين بنتفرج وبنقول ان الحاله دي هتتفك بجون، وفعلا اول ما جه الجون الفريق اتقلب فريق تاني خالص. فالجانب النفسي ده يا جدعان عايزين نبص له شويتين ثلاثه. يعني ايه اللي يمنع ان انت تلعب طول الماتش من اوله زي ما كنت بتلعب بعد ما جبت الجون؟ في انسيابيه في التحركات ولاعيبه بتطلع وتفضي مساحات ولاعيبه ثانيه تروح مكانها، وتفاهم بين اللعيبه وبعضيها. ده ايه علاقته بان انت تجيب جون او ما تجيبش جون؟ ما هو نفس الفريق الضعيف يا سيدي اللي بنلعبه. المهم ان قبل الجون في الدقيقه 13 احمد عبد القادر ضيع انفراد الحقيقه ما يضيعش، ولو كان الانفراد ده دخل اعتقد السكور كان هيعلى كمان عن 4. الوحيد اللي كان فايق من اول الماتش لحد كبير جدا هو بيرسي تاو، وده تاني ماتش على التوالي نشوف بيرسي تاو فيه هو افوق واحد في الفريق. حتى الجون الاول اللي جابه كهربا وعمله له قفشه، بص على تحرك بيرسي تاو عشان يفضي المساحه لمحمد مجدي قفشه عشان يروح فيها وتتلعب له بمنتهى السهوله ويلعبها على طول لكهربا اللي يحطها والجون فاضي. جون سهل وجميل زي جوان البلاي ستيشن، عشان بس اللعيبه بدات تتحرك. وما نكملش كتير ونضيف التاني برده عن طريق كهربا كربونه من الجون الاول، بس المره دي احمد عبد القادر اللي يلعبها لبيرسي تاو، وبيرسي تاو لمسه واحده لكهربا اللي دايما تلاقيه في المكان الصح عشان يحط الكوره من غير فزلكه. والله العظيم هو ده المهاجم، وكهربا اصلا مش مهاجم يا جدعان، اصل كهربا مش مهاجم، ورغم كده عنده شويه ذكاء في الملعب، عارف امتى يبقى موجود فين. توفر عليك مجهود كبير قوي، وتوفر عليك بدل الفرهده اللي عمال تعملها وتجري يمين وشمال وتتزحلق. الكرة مش كده والله، شويه ذكاء بس كده هتريح نفسك وتريحنا. المهم ان الشوط الاول يخلص 2-0 ويبان ملامح كده ان الماتش بتاعنا، بس ننزل الشوط الثاني برجوله وما نستقبلش اهداف وما نضمنش النتيجه والدنيا هتمشي زي الفل، وده فعلا اللي حصل. يلا بينا نروح على الشوط الثاني. الشوط الثاني اللعيبه نازله متحفزه وخايفه جدا من سيناريو ضلمه يحصل لو اتمرقعوا ونلبس جون مثلا ويرجعوا للماتش تبقى ليله سودا. فعلا تتلعب ثرول تاو حلو جدا من مجدي قفشه، يلعب على طول من لمسه واحده الكهرباء اللي موجود برده في المكان الصح، ومن غير فزلكه ومن غير ما يتاخر ومن غير ما يستنى، يركن ببطن رجله كانه بيركن ضربه جزاء عشان يحط الجون الثالث. هاتريك ليه في اقل من ساعه. بننحر احنا في لعيبه تانية بتلعب بالخمس والست ماتشات وبتضيع الكره من ال6 يارده، وفي الدقيقه 53 كان لازم يختمها بيرسي تاو بجون رابع عشان الراجل يستاهل الحقيقه. عمرو السوليه يعمل له ثرو محترم جدا عالي، يقطم لجوه ويركن في الدقيقه حلوه قوي قوي. 4-0 الماتش خلص. عملت شو وسيرك بره، عملت اللي عليك في الماتش ده، بس للاسف عملته متاخر لان انت مستني تتفرج على سان داونز والهلال. شويه تغييرات بقى حلوه كده، ينزل من ضمنهم محمد شريف وحسين الشحات وحمدي فتحي، يعني يعمل تشكيله كده، وفي هجمه مرتده محمد شريف يلعب عرضيه لحسين الشحات اللي يشوطها من لمسه واحده، ولكن يتعامل معاها حارس فريق القطن. فيما عدا ذلك مفيش اي حاجه غير ان محمد الشناوي يتغير بين الشوطين ونزل علي لطفي،
وكنا هنلبس جون كده في اخر كام دقيقه بسرحان من احمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا، يخلص الماتش 4-0. يلا بينا نروح على الملاحظات. اول ملاحظه عندي وهي مشكلتي النفسيه. انا عارف ان احنا لسه جايبين دكتور نفسي ولسه الراجل بيقول يا هادي، نتمنى ان تاثير الراجل ده يظهر بسرعه، لان ما تجيش تقول لي انت بتلاعب حصلت المجموعه واضعف فريق. طب ما كنت كسبته على ارضك يا باشا 4، كنت عملت الشو ده على ارضك. انت عملت ماتش بره ارضك احسن بكتير جدا من اللي عملته على ارضك. النقطه الثانيه وهي خاصه بكهربا والازمه بتاعته مع نادي الزمالك. طبعا كله بيقول لازم النادي يظبط بقى كهربا وندفع الغرامه ونشوف الليله دي. انا متاكد مليون في الميه ان الكلام اللي بيتقال ان كهربا معاه فلوس الغرامه وعادي جدا يدفعها، ولكن الراجل عمال يماطل كده عشان يطلع باكبر مكاسب. انا متاكد ان الكلام ده صح، لان ده واحد بيلعب دماغه رايقه جدا، ده لا في دماغه ايقاف ولا بتنجان. فما تقلقوش يا جماعه، مشكله كهربا دي خلصانه. والشيء بالشيء يذكر بقى، طالما جبنا سيره كهربا لازم نتكلم على التمركزات بتاعته تاني. هنتكلم عليها. لما واحد مثلا يتكلم ويقول ان هالاند مهاجم مرعب وبيدخل اجوان زي كده ما يكون بيقزقز لب وعامل ارقام مرعبه، بس فعلا تبص على اجوان هالاند، الاجوان الممتعه فيها او الصعبه قليله جدا. 3/4 اجوان هالاند يا فولو اب يا موجود في حته فاضيه، يا بتيجي تبص تقول ايه السهوله دي، الراجل ده محظوظ قوي. لكن هالاند الحقيقه ذكي جدا وعارف هو لازم يبقى موجود فين عشان يحط الكره بمنتهى السهوله. فهي الكره كده يا جماعه، محدش بقى يجي يقول لي انت بتقارن كهربا بهالاند عشان ما كهربوش. بس فعلا اجوان كهربا كلها سهله، هو مسهلها على نفسه ومسهلها علينا غير اللي بيصعبوها علينا دول. النقطه اللي بعد كده ان رغم المكسب النهارده وان انت لسه محافظ على امالك في الصعود، الا ان الواحد حزين بجد ان هو فرط في الصعود ده. مع احترامي لفريق الهلال، مش ده الفريق اللي انت تخسر منه هناك نهائي يعني. وحتى صن داونز مش ده الفريق اللي انت تتعادل معاه على ارضك. يعني ضربه الجزاء اللي محمد هاني وعلي معلول اتعازموا عليها دي لو كانت دخلت كان زماننا خلصنا من الفيلم اللي احنا فيه ده. حاجات ساذجه جدا حطيتك في موقف بايخ ومبوخه علينا. النقطه اللي بعد كده وهي خاصه بماتش الهلال وصن داونز بكره، والناس عماله تقول يا ترى الماتش هيبقى فيه نزاهه وشرف وجديه ونديه والجو ده. والله الحقيقه احنا في قاره افريقيا فما يفرقش قوي يعني. ما تتوقعش يعني انت بتلعب يعني مع ناس ماسكين سبح، فتوقع اي حاجه. بس خلينا نقول ان لو السيناريو ده حصل والنادي الاهلي خرج بكره، هنفتكر طبعا الترجي لما عمل القصه بتاعته على الزمالك وخرجوا. يعني الزمالك هنا كان بيلعب فريق مش فاكر مين وعمال يلبسه 2 و3 و4، والماتش خلصان هناك. بيلعبوا ماتش ودي في تونس ولا في الجزائر مش فاكر ساعتها كان بيلعب مين، وفي الاخر الزمالك خرج. والكرة علمتنا ان اللي بيعمل كده ما بياخدش البطوله. لا الترجي خد البطوله ساعتها، وحتى لو صن داونز بكره عمل كده مش هياخد البطوله. دي ثوابت في الكوره، وما تستناش فريق يلعب بشرف في القاره دي كده غير النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب مع اي فريق على الفوز دايما بغض النظر، وياما عملناها وقريب يعني، ما بتكلمش من بعيد. واكتر ناس تشهد على الكلام ده الزملكاويه. فيعني اتفرج بكره بقى على الماتش بين صن داونز والهلال وما تزعلش من اي حاجه، لان انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده. النقطه اللي بعد كده وهي خاصه باصابه الشناوي وتغييره بين الشوطين. طبعا الف سلامه على محمد الشناوي، ولكن هي جت في وقتها عشان يريح شويه. والله اعلم هي اصابه حقيقيه ولا اصابه سياسيه. في كل الاحوال كويس ان محمد الشناوي هيريح، واتمنى يقعد حبه كده ونشوف علي لطفي في الملعب. النقطه الاخيره وهي خاصه بالكلام اللي اتكلمنا عليه قبل كده في الصفقات ولجنه التخطيط والكابتن زكريا ناصف ومحسن صالح والكلام ده كله اتقفل عليه. والحمد لله زي ما قلنا النادي الاهلي عمل سكاوتنج تيم داخل النادي الاهلي. اتمنى ان هو يشتغل باحترافيه ونشوف نتائجه قريب جدا في مدار 2-3 بالكتير قوي، لان هو ده الصح وهو ده اللي يليق بالنادي الاهلي وهو ده اللي المفروض كان يتعمل من زمان. الافضل النهارده بالنسبه لي طبعا كهربا مان اوف ذا ماتش. بيرسي تاو برده لتاني ماتش على التوالي يكون عامل شغل كويس جدا في ماتشين، جايب جونين و2 اسيست. نتمنى يستمر على كده. ومروان عطيه اللي عنده 5-6 عيون في دماغه، لعيب عالي قوي قوي قوي، ما ينفعش يركن دكه لاي حد. اتمنى اشوف مروان عطيه في الملعب على طول وما يقعدش بس غير لو واخد انذارات او بتريحه او لا قدر الله مصاب، لان هو اعلى واحد في كل لعيبه خط النص دلوقتي. اما بالنسبه للاسوأ النهارده فهو علي معلول اللي ما ظهرش خالص، حتى زياداته ما كانتش مؤثره، عكس يمكن محمد هاني اللي شفناه في كوره او 2 او يمكن اكتر كمان بيوصل لحد الصندوق. وعشان كده اعتقد علي معلول اتبدل بسرعه لما ضمننا نتيجه عشان نريحه. في النهايه الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ال3 نقط اللي بيحافظوا على املنا في الصعود للدور اللي بعد كده. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.